طيب السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك يا قلبي فيديو جديد عن طريقة حظر ارقام الواتساب، بند حظر جديد غير البنود اللي فاتت. فتابع قلب اخوك الشرح الاخر عشان تعرف تحظر ارقام بالبند ده كويس. البند اعمال ومتجر الاتنين مع بعض، فاقول لك للاعمال تحظر ازاي ومتجر تحظر ازاي. البند طلقة لسه ملغمه اول امبارح، بس عشان انا كنت مشغول جدا فمعرفش انزل الفيديو وانزل لكم البند. فلو يا صاحبي لو انت مش مشترك عندي في القناه انزل اعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس وحط لك كومنت الفيديو. مش طالب منك اكتر من كده غير انك تقدرني في الفيديوهات والتعب اللي انا بتعبه في الفيديوهات. فانت يا صاحبي تتابع الفيديو للاخر، البند هيكون في وصف الفيديو. تمام. فصلى على النبي كده نبدا الفيديو. البند دلوقتي هنجربه على رقم اعمال، فلو لقيت متجر فاتح هنجربه عليه عادي، فهنجرب بس على رقم اعمال في الاول كده. تمام، بس ما تقدمش ولا تأخر أي حاجة عشان تعرف تحذر البند ازاي، تعرف تحذر أرقام ازاي بالبند. فما تقدمش ولا تأخر. جيب كده رقم ونحاول نطيره وأوريك البند شغال ولا لأ. هو في المتجر لو رقم فاتح واتساب ماسنجر، لو فاتح واتساب ماسنجر يبقى لازم يكون متصل، ما يقفلش ولا لحظة، يفضل فاتح. لو هو فاتح متجر يفضل متصل. طب الأعمال لا، الأعمال عادي فاتح أو قافل عادي مفيش مشكلة. إذا كان كده هيطير وكده هيطير. نشوف بس رقم. يا شباب في ناس بتخش تقول لي اللي هو ده، في ناس بتحذر الناس وبتاع، انا ماليش دعوه بده كله. زي ما ده بيأذي ناس، في برضو الحظر بيبقى مفيد لناس. يعني انت ممكن تحذر بيه حد بيعمل حاجه غلط او حاجه حرام، فزي ما هو ليه اضراره ليه الفوائد بتاعته. فانا ماليش دعوه، انا بره عن اي حد يعمل بيه اي حاجه غلط او يطير بيه رقم حد. انا ماليش دعوه بده كله، انا ماكل من ده كله. انا نازل لك اعتبر دي حاجه توعية امنيه بس مش اكتر. تمام، فكده هتجيب الرقم اللي احنا عايزين نطيره، مثلا الرقم ده. خش جوه الشات بتاعه، بس هناخده جوه برضه عشان لو انت مش عارف تخش الشات ازاي وتعمل ده كله ازاي. تمام، انت عندك نسخة العكس هسيبها لك في وصف الفيديو. انت عندك نسخة انت تانية، تمام مفيش مشكلة. تيجي عند التلات نقط، تعمل رسالة رقم غير محفوظ، تحط الرقم كده كوبي بالشكل ده. خش جوه الشات بتاعه وتحط البند كده. تمام. نيجي عند النسخة التانية، البند الأعمال من 3 ل4 نسخ. من الأعمال من 3 ل4 نسخ عشان يحصل معايا. في ناس بتقول لي استخدم اساسي ولا فيك. هو انا بستخدم اساسي، بس انت الاحسن تستخدم اساسي، لان الاساسي بيكون احسن من ارقام الفيك. اساسي بيحذر اكتر ويحذر اسرع. اه سلام لو معاك ارقام التفنيش، انا مش راضي اجيب رقم تفنيش عشان ناس كتير معاش ارقام التفنيش وتيجي تقول لي يعني ايه تفنيش ونحذر بالتفنيش ازاي واحنا معناش. فانا بعمل لك ارقام عاديه جدا وبحذر بيها عشان زي اللي معايا زي اللي معاك. تمام، فنخش كده نشوف الرقم ده يكون شغال. تمام، الرقم شغال، ناخد سكرين. طب هتعمل ايه بقى بعد ما قريت البند من النسخ بتاعتك كلها؟ هتخش كده على الشات، تطلع هنا كده، تديله كام ابلاغ من هنا، 25 ابلاغ ل30 ابلاغ من هنا كده بالشكل ده. 3 هو مش لازم يعني بالظبط زي ما انا بقول لك، انت ممكن تكتر عادي. كل ما انت بتكتر في ابلاغات دي حاجه كويسه، كده بتخلي الرقم يطير اسرع. وانت تكتر في ابلاغات على قد ما تقدر، افضل اديله ابلاغات، اديله ابلاغات كتير جدا. بص افضل ابلغ عليه، يعني ممكن توصل ل30 ابلاغ، لو اكتر من 30 ابلاغ ده بيكون يسهل في إن الرقم يتحذر بسرعة. وكل ما انت الفيديو بيبقى بيقدم في اليوتيوب، مثلا انت جاي تسمع الفيديو ده بعد ما انا نزلته بيوم، فانت كتر في بلاغات يعني البند بيضعف. يعني انت مش لوحدك انت بتستخدم البند بيشوفه ناس كتير، شوفوا فيديو ناس كتير وبينزلوا يحملوا البند. وافضل كده تديله البلاغات بتاعتك. ده خلاص البلاغات بتاعتك من بره كده بالشكل ده. انت بتخش جوه الشات، تيجي هنا عند كلمة ريبورت دي، الكلمة دي كده، اديله بتاع 11 ابلاغ من هنا. اديله الكلمة دي بتبقى اللي هي ابلاغات سهلة. يفضل اديله ابلاغات كده من هنا كده. نيجي عند دايرة الابلاغ نفعل علامة الصح دي، فعل علامة الصح دي، نديله ريبورت. تمام، كده هتعمل له ريبورت، كده هتعمل له بلوك. هتخش على النسخة اللي بعدها وتعمل نفس الحوار. فانا هكمل الابلاغات من النسخ كلها عشان بس وقت الفيديو الكلام ده كله واجيلك تاني. فانا عرفتك تعمل من النسخة الاولى تعمل زيها من ال3 نسخ.
فهكمل البلاغات واجيلك تاني. طبعا صاحبي بعد ما عملت الابلاغات من كل النسخ، تيجي عند اخر نسخة انت بتعمل منها ابلاغات وتكتر فيها الابلاغات شوية. يعني انت مثلا بتعمل 25 تعمل 30 35 ابلاغ. اخر نسخة تكتر فيها الابلاغات شوية. نفضل كده كتر من النسخة الأخيرة. تمام. ده كده بعد ما تخلص الإبلاغات تخش جوه الشات، تيجي هنا كده عند كلمة ريبورت. أحسن حاجة في النسخة ده يا شباب اللي هي ايه، ضرب إبلاغات وعلامة الإبلاغات اللي هي دي الواجهة دي ثابتة. في أي نسخة تانية العادية بتلاقيها تعمل إبلاغ تطلعك بره الواجهة دي، لأ انت النسخة دي تلاقيها أحسن، دي أحسن حاجة فيها اللي هي ضرب إبلاغات. وده كده دي الإبلاغات بتاعتك من جوه الشات. تمام. بعد ما تخلص الإبلاغات بقى تيجي عند الإبلاغ الأخير تفعل علامة الصح وتعمل ريبورت. تمام. الرقم لسه شغال مطارش. تمام. جالك علامة بيزنس دي يبقى الرقم كده لسه شغال. علامة كونكت دي كده يبقى هو طار. تمام. اتحولت من بيزنس لكونكت يبقى هو الرقم طار. تمام. فده كده صاحبي للأعمال. طب لو انت عايز تسير رقم متجر بقى تعمل ايه؟ هقولك هتعمل ايه. مثلا جيب رقم كأنه ده رقم المتجر اللي احنا عايزين نطيره. تعمل نفس الحوار، ترمي البند من النسخ بتاعتك كلها. تمام. الرقم ده شباب طار. شوف الرقم طالما جالك علامة كونكت كده يبقى الرقم طار. يعني البند يا شباب طلقة أقسم بالله بيطير لك الرقم في ثواني أهو. البند طار كده معاك أعمال. ده للأعمال. بس عايز تطيره متجر، خليه أول ما يفتح على متجر تبلغ عليه من نفس النموذج اللي أنت كنت بتبلغ عليه، وتخليه يبعت رسايل، ساعتها هيطير متجر على طول. تمام. تمام. نشوف بقى لو دلوقتي انت عايز تطير متجر تعمل متجر ازاي. هترمي البند كده جوه الشات بالشكل ده كده. تكون من كام نسخة؟ من حوالي 6 نسخ ل7 نسخ. مثلا انت هتعمل من 7 نسخ تبلغ بيهم. يا شباب هو مش البند بيحضر على حسب، اقسم بالله البند ده طار معاه من نسختين و3 نسخ. طب ليه هو بيقول لك من 6 نسخ؟ ده عشان الارقام اللي طيرت بيها كانت ارقام ضعيفة. اللي بتطير لو رقم ضعيف هيطير معاك من 6 نسخ، من 3 نسخ و4 نسخ ونسختين لو ارقام ضعيفة. لو ارقام شديدة بقى ما طيرش قبل كده والكلام ده كله، فزي اقول لك زي ما تعمل من 6 نسخ. الرقم هيطير في قد ايه؟ الرقم هيطير في نفس الدقيقة، مش هيستنى معاك. اهم حاجه يكون الرقم جالك كده اللي هو متصل الان. لو جالك رقم متصل الان تمام. تعمل ايه بقى؟ ترمي البند بتاعك من كل النسخ. تمام. وتيجي تديله بلاغات. خلي الرقم فاتح. بعد ما تعمل بلاغات من 6 نسخ هو الرقم فاتح وقاعد بيتكلم مع الناس والكلام ده كله وهو متصل، ما يكونش قافل، ما يكونش فاتح نت، لا فاتح نت في واتساب وفاتح واتساب جالك متصل الان كده. تمام. ديك عند النسخه الستة. فاضل النسخه كده تخش له من رقم فيك. تخش له من رقم فيك اكنك واحد غريب، تبعت له نقطة، تبعت له اي حاجة، تبعت له ازيك، ممكن طلب. المهم تخليه يرد عليك، تعمل اي حاجة ايه تخليه يرد عليك ويخش يكلمك. بعد ما يخش يكلمك تخش تديله بلاغات من النسخة ال7. وانت بتعمل بلاغات في النسخة ال7 هتلاقي الرقم طار. اهم حاجة يكون يرد عليك ويبعت رسايل كده، تخليه هيطير معاك على طول، هيكون طار معاك. تمام. فكده صاحبي ده الاعمال وكده للمتجر. انا وريتك البند وشغال طلقه اقسم بالله قد. شوف ارجع شوف الفيديو، شوف الارقام اللي احنا كنا بنبلغ عليه، الرقم اللي احنا كنا بنطيره وبنبلغ عليه هو ده الرقم. فسيب لك البند هيكون في وصف الفيديو، تشرب ضر وتعمل شكل القراءة. سلام يا اخواتي.